السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم غادي نقترح عليكم طارطة باردة بالبرتقال والفريز. ولهاد الوصفة نحتاجو 150 غرام ديال بسكوي مطحون، 60 غرام ديال الزبدة. هذه الطبق القاعدة كما ديما. الطبقة الثانية غادي نحتاجو نص يوطرو ديال الحليب مع 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا و3 ديال المعالق ديال السكر. والطبقه اللي فوق منها غادي نحتاجو نص يوطرو ديال العصير ديال البرتقال مع 3 ديال المعالق ديال السكر وجوج ديال الفلان عادي. والطبقه اللي فوق منها غادي نحتاجو الفريز، داكشي على حسب السمك اللي بغيتوه يجي. الا بغيتوها تجي شويه كبيره غادي تكثروا شويه ديال الفريز وجوج ديال الساشيات ديال الفلان ديال الفريز و3 ديال المعالق ديال السكر. غادي نفوتو درك نحضروا الطبقه الاولى اللي هي البسكوي. غادي نزيدو عليه هذيك الزبده اللي كنا مذوبينها من قبل، وغادي نخدموها مزيان. نديرو هذاك البسكوي في المول اللي يتحل. انا درت له واحد شويه ديال البابي سوفيليزي باش يجيني ساهل من نجي نقلعو يجيني ساهل. صوبوه مزيان ونتلاقاو باش نوجدوا الطبقه الثانيه ان شاء الله. دوك هذاك نص يوطرو ديال الحليب غادي نزيدو عليه دوك 3 ديال المعالق ديال المايزينا و3 ديال المعالق ديال السكر. وغادي نفوتو نديروه فوق، نخلطوه مزيان باش ديك مايزينا ما تلصقش، ونديروه فوق البوطه حتى يختار. بعد ما درنا هذيك مايزينا وهذاك السكر نخلطو مزيان باش حتى تذوب هذيك مايزينا. ودرك غادي نديروها فوق البوطه حتى تعقد. غادي نستمروا في التحريك هكذا، ما نريدوش لانها في الساعه من تعقد غادي تلصق لنا لتحت. باش ما تلصقش خصنا نبقاو نخلطو حتى تختار. وين تختر عاد نحطوها، هي بدات تختر. من خطرت ولات هكذا صافي غادي نحيدوها على البوطه ونزيدوها فوق هذاك المول اللي كنا وجدناه من الاول. المول انا زوقته بواحد شويه ديال الفريز مع الجناب، قطعتهم شرائح ودورتهم على المول. درك غادي نزيد عليها هذيك مايزينا اللي كنا وجدنا ونسرحوها مزيان وندخلوها الثلاجه حتى تبرد حتى تعقد مزيان. عاد نزيدو نديرو الطبقه اللي موراها. داك نص يوطرو ديال البرتقال هنايا وغادي نزيدو عليه دوك جوج خنيشات ديال الفلان، غادي نخلطوهم مع 3 ديال المعالق ديال السكر. غادي نخلطو كلشي ونديروه فوق النار. غادي نديروه يطيب، راه دايرين يطيب حتى يطيب بحال الفلو. من يطيب بحال الفلو غادي نخويوه على الطبقه الاخرى اللي راها بردت. درك هو طاب هاد الطبقه الثانيه غادي نطفيو عليها، غادي نزيدوها فوق هذيك الطبقه الاولى بعد ما جمدت. غادي نحاولوا غير بشويه بشويه باش ما نخسروش ديك الطبقه الاولى حتى نكبوا ديك الكميه كامله. غادي نديروها في الثلاجه تبرد مزيان حتى تبرد تشد راسها. عاد نزيدو الطبقه الثالثه. دونك غادي نفوتو نوجدوا الطبقه التاليه اللي هي الفريز. غادي داك الفريز غادي نديروا عليه هاد الكميه ديال السكر باش يطلق الماء، ومن بعد عاد نطحنوه. بعد ما درنا لهذيك الكميه ديال السكر للفريز وطلقت شويه الماء ديالها غادي نطحنوها بالطحانه بلا ما نزيدوا الماء. بعد ما طحناها مزيان بلا ماء
غير راسها غادي تنطحن، راسها غادي نديروها هنايا، وغادي نزيدو عليها فلو ونديروها طيب بحال الفلو العادي. غادي نزيد عليها دوك 2 خنيشات ديال الفلا ديال الفريز. نخلطوه مزيان ونديروه فوق البوطه. دوكا حنا درنا فوق البوطه، حتى يولي بحال الفلو، حتى يطلع له البخار بحال الفلو غادي نحيدوه. بعد ما جمدت الطبقه، هاد الطبقه الثانيه هكذا مزيان، غادي نزيدو عليها هاد الطبقه الثالثه. كي نشوفوه بقى يطلع له البخار صافي راه وجد. دونك غادي نزيدوه شويه بشويه باش ما نخسروش هذيك الطبقه، وغادي نديروه في الثلاجه يبرد مزيان مزيان حتى نشوفوه قصاح مزيان وجمد، عاد نخرجوه باش نوري لكم الشكل النهائي. بعد ما بردت الطرطه مزيان، درك غادي نقطعوا هاد شويه ديال الفريز اللي بقاو من هنا شايطين، غادي نقادوهم معاها ونوريكم الشكل النهائي. درك بعد ما ديكوريناها غادي نقلعوا المول، وداكشي الديكوراسيون على حساب كل واحد وعلى حساب الاذواق. انا درت استعملنا داخل البرتقال والفريز، داكشي علاش ديكوريتها بالبرتقال والفريز.